الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ذي إخلاص في توحيده، ونشهد أن سيدنا محمدًا خلاصته من خلقه ومختاره من عبيده. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا وفقنا الله وإياكم أن النصيحة في الدين أوجبها الله تعالى علينا في قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله هي الإيمان به وطاعته بالقلب والجوارح، والنصيحة لرسوله تصديقه فيما أخبر وجاء به، واتباع سنته ونصرة دينه. والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم ومعاونتهم على الحق، وأمرهم به وإعلامهم بما غفلوا عنه عن أمور المسلمين وحقوق عباد الله تعالى. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ما يصلح آخرتهم ودنياهم، وتعليمهم بما جهلوه. وأما الكتاب فقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله الرؤوف الرحيم، ذي الطول الواسع والفضل المدرار العزيز العليم. نشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، ونشهد أن سيدنا محمدًا رسوله روضة المعارف ومنبع الأنوار. أما بعد، فيا أيها الناس، وفي الآية التي أسلفنا ذكرها وحديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الإيجاب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وجعلهما الشارع الحكيم للقادرين عليه 3 أقسام: قسم يكون إنكارهم باليد، وقسم يكون إنكارهم باللسان، وقسم يكون إنكارهم بالقلب. وبهما في جميع الأوقات يتجدد الدين وتحيا الشريعة وتنتعش، ويحصل اتحاد المسلمين في دينهم ودنياهم، ولا يسقط الإنكار بالقلب عن مكلف أصلا، إذ كراهة المعصية من مرتكبها واجبة على كل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وألقوهم بوجوه مكفهرة، والتمسوا رضا الله بسخطهم، وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم. ومن حق كل من ينصت إليه أن ينتفع بوعظه وينفع الناس به، وأن يحترس من اتباع الهوى في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة بخديم طه عليهم السلام، آمين. يغفر الله لنا ولكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيأتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. السلام